هو لو كل حاجة مكتوبة ومقدرة، ليه ربنا هيحاسبني؟ تخيل إنك واقع في مشكلة فتقوم تقول قضاء وقدر، كله مكتوب، مفيش في إيدي حاجة أعملها. بس استنى، هو فعلا كله مكتوب ولا احنا فهمنا الموضوع غلط من الأول؟ تعال نرجع ورا شوية. من زمان والناس بتسأل، لو كل حاجة مكتوبة، طب ليه نختار وليه نحاسب؟ كل حاجة هتحصل ربنا كتبها في علمه من قبل ما نخلق. بس خلي بالك، ربنا كتب بعلمه، مش أجبرك على حاجة. هو عارف انت هتختار ايه، بس ما أجبركش تختاره. في فرق كبير جدا بين إن ربنا يعرفك وإنه يجبرك. ابن القيم قال: العبد له مشيئة وإرادة، والله خلق فيه القدرة على الاختيار، لكن علم الله لا يخطئ. الجملة دي كتير بنسمعها: أنا غلطت، بس هو ربنا اللي كاتب لي كده، أعمل إيه؟ لا، ربنا كتب إنك هتختار الغلط بإرادتك لأنه عارفك، مش لأنه أجبرك. طب فين الحرية بقى؟ ربنا قال في القرآن: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني عندك حرية كاملة. وقال كمان: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني محدش بيتحاسب على حاجة خارجة عن إرادته. طب ليه بنتحاسب؟ علشان إحنا بنختار. لو كنا مجبورين، الحساب يبقى ظلم، وربنا مش ظالم. ربنا قال: وما ربك بظلام للعبيد. وقال كمان: كل نفس بما كسبت رهينة. يعني كل حاجة مكتوبة، أيوة، بس المكتوب عمره ما كان حجة، لأنك كنت بتختار، وانت عارف إنك بتختار. الحقيقة اللي مش عايز تعترف بيها إنك بتلبس غلطك للقدر علشان ترتاح.